سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم فيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عنسبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنعمل بمسؤولية لجعل مؤسساتنا خالية من منتجات التبغ. وقال المستشار القانوني للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايلي تسفا ميكائيل إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو مشاهدة عامل منتج وراض يتمتع بالأمان والصحة، موضحا بأن الكونفدرالية تعمل على زيادة مساهمتها في هذا الصدد لأن طلاب اليوم هم عمال الغد. ويقول الخبراء إن التبغ والسجائر يمكن أن تتسبب في السرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض الخصوبة والعقم. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 7.2 مليون شخص يموتون سنويا بسبب التبغ وآثاره في جميع أنحاء العالم، وقد يرتفع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة استخدام التبغ على هذا النحو. وقال رئيس وحدة الحوار والتدريب في وزارة الصحة سيد أمانييل جرمازيان إن وزارة الصحة ظلت تعمل مع مختلف الشركاء بشكل عام ومع المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل خاص لضمان صحة الشباب. وأقيمت في المناسبة مسابقة في المعلومات العامة بين العمال الشباب الذين يمثلون 10 مؤسسات، وقدمت ورقة بحث من قبل وحدة الأمراض غير المعدية. وفي الختام وزعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن الجوائز على الفائزين. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة شعبية. وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري. وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج البناء الوطني وتحقيق أهداف التنمية، موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في إنجاح الاحتفال، مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عروضا فنية وتراثية. وفي مدينة الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها قبر مسقل كدانه أن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الدمام وضواحيها أبرهت مناسي أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي.
بدورها أكدت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة وينة جرزكهير أن استقلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على منجزات الاستقلال تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. أعلنت 22 قرية بمديرية لوغو عن سبب إقليم القاشبركة خلوها من ممارسة ختان الإناث خلال احتفال أقيم على مستوى المديرية في 30 من مايو بحضور مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية. وشهد المناسبة حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفى ميكائيل وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد مدير مديرية لوغو عنسبة إبراهيم حقوس أن الجهود المجتمعية والمؤسسية التي نفذت عبر لجنة مختصة على مستوى المديرية أسهمت في مكافحة الممارسات الضارة وعلى رأسها ختان الإناث. وأوضح أن الدراسات الميدانية التي أجريت أثبتت توقف هذه الممارسة في جميع القرى المشمولة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم عودتها مستقبلا. من جانبه أوضح القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاشبركة السيد تسفى جبريل جبرسلاسي أن القضاء على ختان الإناث جاء نتيجة للجهود المتواصلة والتعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة منذ عام 2018 من خلال تنفيذ برامج توعية واسعة أسهمت في الحد من الظاهرة تدريجيا حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية. كما أكد رجال الدين وكبار الأعيان شاركوا في الاحتفال أن حملات التوعية والتعاون بين المجتمع والجهات الحكومية ساعدت على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على ختان الإناث. وتخلل الاحتفال تقديم فقرات ثقافية وفنية عكست أهمية المناسبة ورسائلها. يذكر أن مديرية ملقي كانت قد أعلنت في 25 من أكتوبر من العام المنصرم خلوها من ختان الإناث في خطوة مماثلة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملأكي ولد ميكائيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو ثروة الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية قال السيد ملأكي أن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في دار الضاحية فاولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال إنه يوجد حوالي 50 ألف رأس من المواشي و120 ألف من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وإن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فاولين التي تمتد لحوالي 40 كيلومترا مغطى بالأشجار ويحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة فيها، حثت مديرة إدارة ضاحية فاولينا السيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. دشنت في 30 من مايو 4 فصول دراسية جديدة تم بناؤها بتكلفة بلغت أكثر من 1.2 مليون نقفة في بلدة حنبرتي بمديرية قالنفحي. وأوضح مدير مديرية قالنفحي السيد محار يوهنس ومدير حنبرتي السيد الأزهر قبرهوت إن مبادرة السكان ستخفف من نقص الفصول الدراسية، وقدما شكرهما لوحدة قوات الدفاع على مساهمتها. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ دانيال سلمون ومدير مدرسة فرز آما الأستاذ سامي البرهاني السكان للعمل الجماعي لسد النواقص، وشددا على أهمية الفصول الدراسية الإضافية في العملية.
من جانبه دعا مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر إلى وضع الاعتبار مستقبلا إلى أماكن لعب للطلاب والتعليم التمهيدي إلى جانب تخفيف نقص الفصول الدراسية. وهب المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي قلته بالسكان إلى وضع برامج طويلة الأجل والعمل معا لتنفيذها لتدعيم الجهود الحكومية. أقام سكان مديريتي أبشاول وغزباندا بالإقليم الأوسط مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي في 30 و31 من مايو لوحدات قوات الدفاع الإريترية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر مديرا المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإريترية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفين أن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في انفجار وقع بمنطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمال ميانمار عزته إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة. وقال أحد المسعفين في مقاطعة نامخام بولاية شان حيث وقع الانفجار إن 46 شخصا لقوا حتفهم بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرون، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخصا في المجمل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا وإصابة العشرات في الانفجار. وأسفر الانفجار عن مقتل كثير من القرويين وفق الجماعة التي تسيطر على المنطقة دون تحديد عدد الضحايا. أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في الأطلسي وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونشر إيمانويل ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط تاجور. وكتب أن العملية نفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية بدعم من شركاء عدة من بينهم بريطانيا مع الالتزام الصارم بالقانون البحري على حد قوله. وتابع من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. في المقابل اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. اتهمت الرئيس المكسيكي كلوديا شينباون الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. وقالت شينباوم خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزها في الانتخابات: نحن لا نقبل التدخل، نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. وأضافت شينباوم أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال 10 مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية. ولم تكشف الرئيس المكسيكي عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية. وتأتي تصريحات شينباوم في وقت يتصاعد فيه الجدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد. تسببت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة بأضرار كبيرة طالت آلاف السكان والأراضي الزراعية والبنى التحتية إثر ارتفاع مستوى المياه بنحو 3 أمتار نتيجة زيادة الواردات المائية عبر السدود. وأظهرت الإحصاءات الأولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، إضافة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل والمخيمات والطرق والجسور في المناطق المحاذية للنهر.
وزار الرئيس السوري أحمد الشرع محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تداعيات الفيضانات والإجراءات المتخذة لمواجهتها، حيث جرى بحث احتياجات السكان والخطط الحكومية المتعلقة بالإغاثة والخدمات والبنية التحتية. وطالب الأهالي في المناطق المتضررة بتعزيز السواتر الترابية وإعادة تأهيل الجسور المتضررة وتعويض الخسائر الزراعية والمادية التي خلفتها الفيضانات. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبقة. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عنسبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.